في الفيديو ده هنتكلم عن انواع الناس اللي مفلسين طول عمرهم، ده بغض النظر عن ان هم فاكرين ان الموضوع صعب والكلام ده. لا، في انواع لناس معينة كده هتفضل مفلسة طول عمرها. اول نوع هيفضل مفلس طول عمره، وده حبيت اخليه الاول، وهو اللي بيرمي اللوم على اي حد: ابوه وامه، رئيس دولته، التجار مش عارف بيغلوا في ايه، البنات اخدوا الشغل بتاعنا، مش عارف انا اتنصب عليا. هو طبعا انا عارف ان الظروف صعبة، وانا عايش في دولة عربية، يعني انا مثلا مش مولود مثلا في فرنسا مثلا او امريكا او لا، يعني انا عايش في دولة برضو كده. بس لازم تفهم انك كل ما ترمي اللوم على حد وعلى الظروف، ده مش هيحل حاجة. يعني لازم تتقبل حقيقة حاجة زي دي. انا عارف ان الدنيا صعبة، وان الشغل مش افضل حاجة، وان سوق العمل مليان، وان في بنات كتيرة دلوقتي بتنزل تشتغل وغصب عنها عشان تصرف على نفسها لان الدنيا بقت صعبة. والله انا عارف كل ده، وعارف ان الدولار بيرفع والذهب بيرفع، عارف كل حاجة، وانا واحد منكم. لكن لو انا رميت اللوم على حد تاني، ابويا وامي مثلا، ليه ما سبتلوش فلوس، الاقتصاد، الدولة ضايعة، ايا كان، ده مش هيطورني. يعني هو لو هيطورني هلاقي شغل مثلا لما اقول كده ماشي هعمله. انما الفكرة انت كراجل مش مهمتك تشتكي، محدش مهتم بيك، انت اللي عليك تجتهد. طبعا لما تعمل اللي عليك وتجتهد خلاص، انت مفيش حاجة تانية في ايدك تعملها. ان شاء الله بقى ربنا يكرمك، مفيش حاجة تانية. لان انت لو ما عملتش كده انت اللي هتزعل في الاخر. ليه؟ لان من غير ما تشيل مسؤولية انت مش هتنمو، مش هتكبر. لازم تتقبل حقيقة حاجة زي دي. انا عارف ان الواقع صعب وان الدنيا بايظة وربنا يعين الناس، لكن هي دي الحقيقة. النوع التاني وهو اللي بيحب يبين ان هو غني، زي ان هو يشتري ايفون بالقسط طبعا، يشتري لبس غالي، يروح يتغدى في مطاعم غالية، يبين ان هو معاه من الاخر. ولو انت اتولدت ربنا كرمك بقرشين، او الظروف ساعدتك، او اي حاجة حصلت كده طفرة ان انت بقى معاك فلوس، هتروح منك. على فكرة، كون ان انت عايز تبين لهم انك معاك فلوس، ده ممكن يخليهم يحسدوك. يعني ممكن يضرك، ممكن تخلي حد يستغلك، ممكن حد يتربص لك، ممكن واحد يضرك، واحد ينتقم منك. فكل ده اساسا يعني بعيدا عن العقلية نفسها هي هتجيب لك ضرر. النوع التالت وده اخطرهم، وهو مدمن الراحة الابدية، او ان هو عايز يبقى عايش مرتاح. هو مفيش مشكلة، انت كده كده هتيجي في مرحلة معينة وهتبقى مرتاح، بس المشكلة في حاجة: هو لسه ما تعبش. هو عايز يعمل ايه؟ يشوف الناس اللي ربنا كرمها بعد 10 سنين مثلا، عايز يبقى زيهم. يا حبيبي، طب الناس دي تعبت 10 سنين، اجتهدوا 10 سنين، اتعلموا. ممكن يكون ربنا كرمهم بفلوس، جت ضربة حظ شوية، بس برضه تعبوا فيها سنة واتنين وتلاتة، مش هقولك 10 سنين. هو عايز يبقى زيهم، يعني هو عايز النجاح بتاعهم، لكن مش عايز يتعب، مش عايز يتعلم حاجة جديدة، مش عايز مثلا يغير البيئة بتاعته، مش عايز يحرم نفسه من حاجات تانية، مش عايز يدخل حاجات فيها مخاطرة، لان دايما الشغل والفلوس عموما فيها مكسب وخسارة. تمام؟ انت بتدرس وتسيبها على ربنا. لا، هو مش عايز كده، خايف من الخسارة بس عايز يكسب. مش عايز مثلا يواجه عدم الراحة. انت عايز توصل لمنطقة الراحة بعدين لازم تتعب دلوقتي. لا، هو مش عايز يتعب دلوقتي، هو عايز الراحة دلوقتي وبعدين. ومش عايز يتعلم مهارات جديدة، حرفيا مش عايز يتعب. طب انت عايز ايه؟ هو عايز يرتاح. الراحة حرفيا بتدمر النمو بتاعك، هو حرفيا مش بتدمره، هو ما بيشتغلش اصلا. رابع نوع، وده اللي عايز يغتني من اقل حاجة، حرفيا باقل مجهود. عارفين الناس اللي هم بيخشوا الرهان، مثلا العملات الرقمية؟ انت مفيش مشكلة ان انت تحط جزء فيها، جزء في الذهب، جزء في الدولارات، مفيش اي مشكلة. بس الكلام ده لو انت عايز تحافظ على قيمة فلوسك، لكن انت عايز تكسب. انا دلوقتي مثلا معايا 100 ألف جنيه، كمان سنة هيبقوا مثلا قيمتهم ب200 ألف دلوقتي، افتراضا يعني الضعف. تمام؟ قيمة الفلوس. هم عايزين مثلا الفلوس دي تبقى مليون. انت لو جبت ذهب يوم ما هيغلى الضعف. الدولار مثلا ب20 هيبقى ب40، يعني ده لو حصل طفرة، وده اللي بيحصل. لا، هو عايز مثلا الدولار مثلا قيمته 20، هو عايزه يبقى ب100 مثلا، 5 أضعافه. طب ازاي؟ ما تفهمش. طب انت فاهم في الحاجات دي؟ لا. طب انت دارس؟ لا. هو حرفيا مش بيبني مهارة مثلا يشتغل بيها، يشغل الفلوس فيها. يعني انا لو معايا 100 ألف وعايز احافظ على قيمتهم، هخليهم كذهب، دولار،
عقار مثلا، حتة ارض صغيرة، عملات، مفيش مشكلة، احافظ على قيمتهم. لكن انا عايز قيمتهم تعلى، اعمل ايه؟ اشغل الفلوس دي في حاجة انا بفهمها، اجيب مثلا بضاعة وابيعها، اجيب مثلا محل واجره، وفي نفس الوقت ابقى انا بشتغل في حاجة تانية منها ده قيمته بتعلى، ومنها بيجيب لي ايجار، ومنها انا شغال من ناحية تانية. لان الثروة عشان تتبني محتاجة وقت ومجهود وملل، وتيجي على نفسك وتتعب وتحرم نفسك من حاجات. مش مثلا عايز غنى وخلاص. المشكلة في حاجة، انك انت حتى لو دخلت في عملة وضربت، او الذهب ضرب يا عم 5 اضعافه، المشكلة مثلا انت لو حاطط 100,000 وبقوا نص مليون، انت النص مليون دول هيروحوا منك برضو. ما هو المشكلة ان انت عقلك بيفضل يوزك، طب ما انا ممكن احطه تاني، هتلاقي الذهب نزل. هتخش في عملة مثلا هتقع. العقل اتعود على الراحة. انت لازم تتعب، لازم فعلا عشان تعمل فلوس لازم تحوش، تحرم نفسك، لازم تشغل الفلوس دي في حاجة انت بتفهم فيها. ما بتفهمش دلوقتي مثلا، هات منتج وبيعه. حاجة معينة انت بتفهم فيها، سوقها، اتعلم مثلا، اعمل حاجة. لازم انت اللي تتعب في الفلوس. لكن هتقول انا احطها في عملة، احطها في دولار، كل ده حفظ قيمة. ولو حصل ان قيمتهم عليت زيادة عن قيمتهم الحقيقية، صدقني لا محالا هتخسرهم. خامس حد، وده انا مسميه المنفق العاطفي، اللي هو بيصرف فلوسه بناء على مزاجه. زعلان يروح يشتري اكل، يشتري حاجة يفرح بيها نفسه. عايز يبهر حد، يقوم صارف بالزيادة، يبين بقى ان هو غني. الحتة اللي انا قلتها لكم في الاول، عموما العواطف لما بتتدخل في الموضوع، بالذات حوار الفلوس ده، حرفيا بتجيبك وراه. انت كراجل ما ينفعش تمشي ورا عواطفك تحت اي ظرف. سادس حد، وهو منخفض القيمة، او بمعنى اصح اللي بيشتغل وبيتعب وبيعمل اللي عليه، بس مش عايز يطور من نفسه. المشكلة ان هو بيتعب، ممكن يشتغل مثلا في حاجة معينة 10 ساعات، طب ضيف ساعة بس طور فيها نفسك في حاجة تانية. لا. طب اخصم ساعة من ال10 دول اتعلم فيها لغة او اي حاجة. لا برضو. من الاخر كده، الشغل اللي هو فيه هو شايفه كفاية، مش عايز يتطور. وده طبعا مشكلة كبيرة، لان انت كل ما انت بتجتهد لازم تطور من نفسك. لازم الاجتهاد ده يبقى فيه جزء ولو 5% في تطوير نفسك. انت مثلا بتقبض 10,000، وفر 500 جنيه. يعني انا بقول لك 5%، تعمل بيهم ايه يا معلم؟ تحطهم مثلا في كورس، في لغة، في اي حاجة. فيد نفسك، هات حاجة وبيعها، اعمل اي حاجة وافشل، مش مشكلة. هما كده كده 5% مش حاجة يعني. لان هو ده اللي هيزود دخلك. طول ما انت متبت في الشغلانة، طول ما انت ما بتحاولش تطور في نفسك بأي شكل من الاشكال، هتفضل ثابت زي ما انت. سابع نوع، ومن الاخر كده، هو المتكبر، اللي الايجو عنده عالي. من الاخر كده ما بيتقبلش كلام من حد، بيرفض يعترف بغلطه. انت مثلا حد مثلا اصغر منك، اقل منك خبرة، يلفت نظرك لحاجة، ترفضها. مش عايز تتعلم، انت شايف نفسك اعلى من اي حد. المشكلة ان الايجو بتاعه لما بيطلع، الفلوس بتاعته بتقل. ليه؟ لان هو معتمد على العلام بتاعه بس. طبعا في ناس خبرتها حلوة مثلا، عدوا بمراحل كتيرة، بس بيرفضوا يسمعوا لحد. طب ما تسمع يا عم، انت هتخسر حاجة؟ تعال اقعد مع حد اصغر منك، واحد خبرته اقل منك، يمكن يلفت نظرك لحاجة، يمكن طريقة تفكيره تعجبك. كل ده صدقني هيزودك لعقلية النجاح. طول ما انت متكبر ورافض تاخد نصيحة من حد، او تتعلم من حد، او تتعلم من غلط حد، الفلوس بتاعتك هتفضل محدودة، والمشكلة ان هي هتنزل. التكبر اخرته وحشة. الحد التامن، وهو اللي بيقعد مع ناس عقليتها الفقر، عقليتها الحقد، عقليتها ان هم ما يطوروش من نفسهم. لازم تفهم القعدة اللي انت بتقعدها، الاشخاص اللي انت بتقعد معاهم، طريقة تفكيرهم غالبا، هو مش الغالب، هو اللي بنسبة 1,000,000% انت مش هتعديها. خلي بالك، انا هنا ما بتكلمش على الحدود، ما بتكلمش الشخص ده قيمته قد ايه، ما بتكلمش في اخره ايه، انا بتكلم في حاجة تانية. الشخص ده ما عندوش طموح اصلا. الشخص ده ما عندوش نية ان هو يمسك فلوس، ما عندوش نية ان هو مثلا يقعد مع حد ناجح ويتعلم منه. لا، هو كل اللي عليه اكيد امك اللي جايباها لك. على فكرة الحاجات دي مفيش فيها هزار، انت لازم تتقبل حقيقة حاجة زي دي. الموضوع مش حوار ان الشخص ده بيصرف فلوسه على اي حاجة او بيحقد وخلاص. لا، الموضوع اكبر من كده. عقلك هيتطبع بيهم، مش هتعرف تتطور عنهم. مفيش حد عقلته بتتطور وهو قاعد مع ناس زي دي. هم هيفضلوا في حياتك بس جزئيا، انما ما تبقاش كل قعدتك كده، ما يبقاش كل اصحابك بالطريقة دي وتستنى ان انت تتطور. انت هتفضل مكانك على طول. النوع التاسع، وده انا مستغربه، وهو الشخص المتردد. من الاخر كده يقولك ايه، انا هبدأ بكرة، انا بعد بكرة هنزل الشغل، انا بعد بكرة هبقى مثلا اتمرن،
انا مش عارف اصل النهارده عندي ايه. وطبعا التأجيل مع التأجيل مع التأجيل مفيش حاجة بتتغير، مفيش خطوة بياخدها. ولو ده حصل، رغم انه ما بيحصلش، هيوقفها برضو. ليه؟ لان هو في البداية شخص كسول، شخص مثلا مش عايز يجتهد، شخص مش عايز يتعب، بيعتمد على انه الظروف دايما تبقى في احسن حال. ولو الظروف اتحسنت ونزل فعلا الجيم او اشتغل او خد دورة تدريبية او اجتهد في حاجة، اول ما الظروف دي تبوظ معاه يقوم سايب الشغل تاني. النوعية دي ما بتنجحش ابدا، لان الثروة والغنى والفلوس عموما ما بتكافئش الحماس، ما بتكافئش اللي مستني الفلوس تجيله، ما بتكافئش الشخص اللي مستني الظروف تتعدل. بتكافئ الشخص اللي بيجتهد، اللي بيتعلم، اللي بيشوف غلطه فين ويحاول يعدله، اللي يشوف اللي حواليه نجحوا ازاي ويحاول ينجح زيهم، بيفكروا في ايه وافكر زيهم. مش انك تقلدهم بس، على الاقل تشوف هم خدوا الطريق ده ازاي. عاشر نوع وده الاخير تقريبا، وهو الشخص اللي دايما في دراما، في علاقاته، مع صحابه، مع الايجو بتاعه احيانا، مع اي حد حرفيا. مش حوار ان في مشاكل او لا، الحوار ان عقله مش مركز اصلا، عقله دايما في الحاجات دي. فهل من المنطق ان في حد هيركز على الشغل؟ اكيد لا. في حاجة واخد بالي منها، ان انت لو ما عندكش استقرار عاطفي وعقلي ومع نفسك احيانا، ده هيستنزف كتير من طاقتك. وطبعا انت محتاج لكل حرفيا ملي جرام في طاقتك، محتاج الطاقة بتاعتك تبقى في اعلى حالة عشان تعرف تنتج، عشان تعرف تشتغل، عشان تعرف توفر جهد، عشان تعرف تتعلم من غلطك. لو انت ما عندكش استقرار حرفيا مش هتعرف تنجح. الاستقرار هو اساس النجاح في اي حاجة عموما، مش في الفلوس بس.